يعني اما احنا وصلنا في اعتصام مثقفين لوزير ثقافة كان يمكن للرئيس أن يحمي البلاد من أن تنجر إلى معركة جديدة. أنا ما اعرفش إيه فن اختراع المعارك. يعني من المفترض لما يكون في أزمة سياسية طاحنة في البلد إنه القيادة السياسية يكون عندها من الوعي الكافي إنها تلملم المعركة في حتة واحدة علشان تقدر يا تتفاوض يا تحل يا تلجأ للقضاء يا أي حاجة. لكن أنا مش متصور خالص هذا العقل السياسي الذي يندفع نحو فتح 20 معركة في 20 وقت. يعني هذه الهرولة نحو فتح معارك، ومعارك كلها الشعب مدرك إنها معارك مصنوعة عن عمد لسرعة إنجاز مخطط ما. ليه موصليننا يا جماعة للدرجة دي؟ وليه بتقولوا كلام الصبح وتلحسوه بالليل، وتقولوا كلام بالليل وتلحسوه الصبح؟ ايه نظريات لحس الكلام اللي شغالة اليومين دول؟ الراجل امبارح بيقول لك اروح اي حتة، وانت النهاردة رايح تستخدم العنف ضد معتصمين سلميين. ايه المنطق اللي في ده؟ يعني ايه اللي انت هتحققه؟ وبعدين انت فاتح معركة مع كل حتة، يعني فاتح معركة مع الاعلام ومع القضاء ومع الناس ومع التشريع ومع الدستورية في كل حاجة. وفي عندك معركة عالقة في النيابة العامة والنائب العام، وادي معركة تانية مع المثقفين، وعندك السولار، وعندك كل حاجة. يا جماعة الحاجة الوحيدة المتوفرة الزيت والسكر الحقيقة، دول ما بينقطعوش. يعني مش معارك دي، مع تصفية معارك الحقيقة. يعني هذا منطق أخرق ومغلوط ويضر بمصلحة البلد. والنهاردة في دم ظهر، دم هذا المجند ودم المصابين اللي في هذه الاشتباكات. وإذا كان دي بروفا عن اللي عايزين يعملوه في 30 يونيو من التصدي للمتظاهرين السلميين، ده كلام هيقود البلاد إلى مزيد من العنف وإلى دائرة لن تتوقف. وزي ما شافوا النهاردة ربما واحدة من النوادر اللي يعني بتتردد على الفيسبوك وتويتر انه بنت من بنات الثوار هي اللي تصدت لهذا الهجوم المؤسف على مقر الاعتصام، وهي اللي اشتبكت مع يعني احمد المغير لتصدوا على ان هو يعتدي على المثقفين. يعني الرسالة ان ما بقاش في حد بيخاف من الطريقة دي، ولا حد بيخاف من الحشد والتعبئة اللي بيخوفوا بيه الناس. عيب ان احنا وصلنا للدرجة دي. معايا على التليفون الفنان سامح الصريتي من مقر